بتاريخ الجزيرة العربية يا طويل العمر والسلامة طلعت وايد من الأغاني من أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، لكن ما وصلت لنا إلا بعض النوتات والكلمات اللي تنعد على الأصابع. لكن الوضع كله تغير بسنة 1893 يوم تسجلت أول أغنية بلغة عربية على أسطوانة بأمريكا، وكان اسم الأغنية يا يوم حبيبي، من ألحان أبي خليل القباني وأداء ملكة سرور. وهني تم تدوين الفن بشكل مسموع، وتقدر تسمع كل الألحان والغناء بأي وقت وبأي ساعة. هذا بفضل يا طويل العمر الاسطوانات، الاختراع اللي حيل قوي اللي يخليك تسمع أي شيء مسجل. وكانوا بعض الفنانين بالبداية يروحون الهند يسجلون ويبون الاسطوانات للجزيرة العربية، وبعدها فتحت شركات التسجيل عندنا بالجزيرة العربية، وبرزوا فنانين وايد مثل عبد اللطيف الكويتي ومحمد عبدو وطلال مداح وعبد الكريم عبد القادر وضاحي وليد والفنان اليمني إبراهيم الماس وغيرهم وايد يعني. لكن يا عزيزي أنا ما راح أتكلم عن هذول الفنانين، هذول الفنانين الكل يعرفهم ويعرف تاريخهم. اليوم أنا بكلمك عن ناس دوروا ودوروا، وفي منهم اللي باليالله لقوا الفرص، وفي منهم اللي ما لقى الفرصة كلش، اللي الظروف والتهميش كانت أقسى عليهم. كذلك في منهم اللي باختصار كان يشوف أن الفن شيء للتسلية وما ركز عليه. لكن شفت الفنانين هذول كلهم ما كان عندهم أدنى علم أن أغانيهم هذه اللي ممكن من 40 أو 50 سنة بترسخ بعقولنا ليومنا هذا، أغانيهم اللي سجلوها بديوانية ولا مزرعة بمعدات بسيطة، ما يدرون إيش كثر أثرت علينا وحسينا بكلماتها اللي تلامس الواقع، وفنها اللي ما له مثيل واللي كان فريد من نوعه. يعني اسمع معي دقيقة. طبعا يا طويل العمر الفن المستقل بالجزيرة العربية ما بلش بشكل راهي وأي واحد يقدر يدخل فيه إلا مع دخول الاسطوانات البلاستيكية إلى الجزيرة العربية بالخمسينات والستينات. وهني اشتغلوا الفنانين المستقلين مثل بالسعودية بشير حمد شنان، ومن أشهر أغانيه يا ليت سوق الذهب يفرش حرير، وفهد بن سعيد اللي أشهر أغانيه خلاص من حبكم يا زين عزلنا، اللي لحنها عبد الله السلوم، وعيسى الحسائي زمانك لو صفالك يوم، وطاهر الحسائي الله على الجمس، ووايد غيرهم يا طويل العمر. لكن هذول الأبرز، وواحد من هذول واللي هو فهد بن سعيد اللي كان رافض بالبداية يطلع اسمه واكتفى بلقب فتى الوادي. بالبداية قدم 6 اسطوانات وفشلت، بعدها قدم اسطوانة فكرت والمكتوب ونجحت وباع 5000 اسطوانة، وسجل باستديو الأسود فون، استديوهات الأسود فون، الفنان فتى الوادي. وفكرت والمكتوب ما فيه حيلة. وكذلك بشير حمد شنان اعتبروه بذاك الوقت منبوذ الجزيرة بسبب جرأة أغانيه ومحتواها اللي غريبة على الوسط السعودي. ولقيت ببعض المصادر يا الربع في أسامي تخوف بالمجال الفني بيومنا هذا بايقين ألحان وكلمات بشير شنان. وطاهر الحسائي سجل أول أغانيه بالبحرين، وطبعا يا الربع بالمملكة العربية السعودية بذاك الوقت كان في ضغط على موضوع الأغاني لفترة معينة لين ما يا الملك سعود وفتح الطريق للمغنيين. وبالكويت الفنان والشاعر مفرح الضمني صاحب أغنية لجنة التثمين، وغازي العطار وحمد خليفة
اللي من أشهر أغانيه لمع البرق اليماني وسعود الراشد وغيرهم وايد. وبالبحرين محمد زويد صاحب أغنية يا مدعي الحب وعيسى برقبه. وبالإمارات علي بالروغة وحارب حسن اللي يعتبرون المؤسسين بالمجال بالإمارات. وجابر جاسم اللي من أشهر أغانيه غزي المفله. وبقطر محمد الساعي اللي اشتهر بأغنية يا معلقة المشموم. وسالم تركي اللي أشهر أغانيه اللي في قلبي وبغيته. وبعمان سالم الصوري اللي اشتهر بأغنية يا مركب الهند. وحمد السناني وموزة خميس اللي من أشهر أغانيها اللي معروفة يعني يا الربع ما أتوقع أنكم يعني ما تعرفونها، مليان قلبي مليان. وباليمن أكيد تعرفونه أبو بكر سالم ومحمد صالح عزاني وعلي أبو بكر العطاس اللي أشهر أغانيه عاد الهوى عاد. وغير هذول اللي ذكرتهم وايد لو أعدد لك يبين لنا سلسلة كاملة. ونفس ما قلت لك هذول الفنانين نعرفوا أكثر شيء بالفن المستقل اللي لامس الواقع، وأكثر تسجيلاتهم من مخابيهم بدون دعم وغيره. وطبعا ما نقدر نقول أن كلهم ما لقوا دعم لآخر يوم لهم بالفن، لأن في من هذه الأسماء تم احتضانهم من قبل الجهات الفنية أو الاستديوهات الضخمة في فترة لاحقة مثل أبو بكر سالم وحمد خليفة. وفي اللي حرفيا ما حد كلمهم يا طويل العمر كلش. ومن أكثر الأشياء اللي فعلا تحسسك أن الوضع كان صعب رغم أن الأسطوانات البلاستيكية كانت موجودة هو قلة وفرة الاستديوهات وشركات التسجيل بالجزيرة العربية. شوف حجي، بداية السبعينات وبنصها طلع اختراع عملي أكثر وأسهل واللي هو الكاسيت أو الشريط يعني باللهجة المحلية. ومن طلع هالاختراع الأمور صارت وايد طيبة، لأن الكاسيت في عدة طرق أنك تسجل ببيتكم، ما يحتاج أنك تطق درب تروح مكان تسجيل أو تطق درب لدولة ثانية وتدفع عشان تسجل. أحد هالطرق أن يكون عندك مسجل راديو. الراديو ساعات أنواع الراديوات يكون فيها ميكروفون مدمج وتسجل عاد أغنيتك، وإذا فول الشريط اللي داخل الراديو بدله أمورك طيبة. ووايد حجي من الجلسات الخاصة اللي هي السمرات تسجلت بهذه الطريقة. فمع هذا الظهور بالسبعينات برزوا الفنانين اللي كانوا بالاسطوانات عن طريق الكاسيت مثل فهد بن سعيد وبشير حمد شنان، واللي مذكورة أساميهم اللي ذكرها مهلوس. وفي اللي كانوا تناديهم شركات علشان يسجلون مثل فهد بن سعيد وبشير شنان يوم نادوهم تسجيلات الوادي الأخضر بالسعودية. وكذلك شركة النظائر بالكويت اللي طلعت مع فترة الكاسيت اللي سجلت وايد أغاني لفنانين الكويت والخليج. وتسجيلات كيلوبترا اللي كانت تركز بشكل خاص بنقل الجلسات الخاصة اللي بالدواوين للعالم العربي. ومن الكاسيت يعني مو بس ان هذول اللي بالاسطوانات انجزوا مع الكاسيت، من الكاسيت طلعوا فنانين يدد مثل الفنان المظلوم السعودي عبد الله السالم ابو سامي صاحب اغنية فزيت يوم طريت، وكذلك الفنان حسين العلي وخالد السلامة، وكذلك الفنان فتى نجران ولد عم مشري اليوتيوبر مانع اليامي اللي ابرز الفن النجراني للعلن. طبعا يا الربع الفن النجراني يعني حزتها ماكو انترنت، يعني لا تقعد تستقعد لي. يعني الفن النجراني بذاك الوقت كان يعني متداول اكثر شيء بين ابناء القبيله، ابناء يعني القبائل العربيه في نجران، ويا فتى نجران وبرزه حق العالم العربي. وبالكويت حمد سنان المعروف بالفن العدني اللي كان عدد كبير من الناس منصدمين ان شلون هذا الكويتي يعرف بالفن العدني بشكل يخرع، وايد ضابط هالفن. حتى احد المواقف اللي قالها حمد سنان، انا يوم من الايام كان قاعد باحد الدواوين فدخل شايب وقال لهم والله العظيم لو ان الفنان الفلاني مو ميت كان قلت انه قاعد عندكم بالسمره. وكذلك الفنان سعود مجبل اللي دخل المجال بعمر وايد صغير لكنه ما طول بس انعرف يعني، ودخل المجال بسبب حبه لأغاني فهد بن سعيد، خصوصاً أن عاد أغنية خلاص من حبكم يا زين عزلنا. والفنان جمال المجيم اللي كان مشهور بالعدنيات وهو نفسه صاحب أغنية راحت سليمة وكذلك سجد الجمال لك خاشعا. وبعد عندك الفنان خالد المله ومحمد البنائي، وبالإمارات عبيد الشحي وعبد الله حارب، ما أدري إذا قلت اسمه صح ولا لا، صححوا لي إخوان الإماراتيين، واللي كانوا فنانين من قرى وأماكن بسيطة اللي طلعوا ألوان جديدة
للفن الإماراتي بعيون الخليجيين. وعبد الله حارب تخيل أنه صنع عود بنفسه، صنع يدوي، بس علشان يدخل المجال. وبعمان سالم علي سعيد صاحب أول فيديو كليب مكتمل العناصر بالوطن العربي. شلون يعني مكتمل العناصر؟ بالمختصر في فنانين قبله مثل طلال مداح كانوا مصورين أغانيهم لكن بشكل بسيط، أما هو فالفيديو كليب ماله كان مكتمل من كل نواحي الفيديو كليب المعروفة. وكذلك بعمان انعرف الفنان سالم سيف القاسمي. وبالبحرين المعروف لا يعرف علي بحر صاحب أغنية نامت عيون الناس، وهو أحد مؤسسين فرقة الأخوة البحرينية. وكذلك الفنان خالد الشيخ اللي لحن أغنية شويخ من أرض مكناس الشهيرة واللي غناها أحمد الجميري. وبقطر الفنان فرج عبد الكريم وعلي عبد الستار اللي عطوه لقب سفير الفن القطري. طبعا هذول الاثنين بدوا بشكل مستقل لكن تم دعمهم بالأخير. وطبعا يا الربع قطر يعني بشكل عام تدعم أي واحد تو طالع يعني بذاك الوقت، ولليوم هي تدعم أي واحد طالع. وحتى أن قطر عندها أكبر صندوق دعم الأفلام المستقلة وحتى الفن المستقل. يعني إذا أنت كنت شخص مستقل على أراضي قطر ما راح يخلونك مستقل. وباليمن فؤاد الكبيسي وعبد الباسط العبسي اللي كانت أكثر أغانيه أو أغلبها تشرح المعاناة والفقر بالريف اليمني. طبعا يا الربع يعني أتوقع أنكم تدرون الفن اليمني وايد يتشابه مع الفن الظفاري بعمان، وكذلك يتشابه مع الفن النجراني بجنوب السعودية. وهذا بسبب يا طويل العمر القرب الحدود اللي بينهم. يعني لو تلاحظ في فرقة بنجران اسمها فرقة شباب نجران، عندهم أغنية اسمها يا ربعنا يا أهل الوادي، وتتشابه بشكل كبير مع اللون اليمني. يعني اسمع معي دقيقة. حجي مفتاح اللاند وينه؟ على الطاولة يمين. لكن طبعا يا الحبيب كل فترة ولها آلاتها. اللي ذكرتهم لك مع فنهم كانوا من بداية السبعينات إلى منتصف التسعينات، وفي منهم اللي اعتزل بفترة الكاسيتات مثل الفنان عبد الله السالم وفهد بن سعيد وحمد سنان وغيرهم وايد. وفي منهم اللي لحق على فترة السيديات أو الأقراص وقدر أنه يطبع أغانيه منتصف التسعينات وبداية الألفينيات. ومع ظهور السيدي يا طويل العمر طلع الإنترنت. يعني كان الإنترنت قريب من فترة السيديات. ظهور الإنترنت شنو يعني؟ يعني ظهور المنتديات. ظهور المنتديات شنو يعني؟ يعني الثورة للفن المستقل. طبعا حجي يوم طلع الانترنت والسي دي بذاك الوقت كانوا ثورة. ليش؟ لأن السي دي حرفيا كان مدمج مع أي كمبيوتر، وكذلك الكثير من السيارات كانت تحتوي على السي دي. والإنترنت يا طويل العمر من خلال المنتديات والمواقع مثل موقع شعبي .com اللي كان يعتبر أكبر موقع أغاني بالوطن العربي. هذا الموقع ساهم بحفظ الارشيف الفني القديم للفنانين ايام الكاسيتات مثل عبد الله السالم وغيرهم، وكذلك ساهم بخروج فنانين يدد مثل فنانين الكسرات ابو فيصل وظافر الشهري. وطبعا يا الربع بغض النظر عن كلمات الاغاني او محتواها يعني، لكن يعتبرون فنانين شعبيين، وفي لهم بعض الأغاني محتواها بعيد عن اللي معروف عنهم أو اللي منتشر عنهم ذاك الوقت. وكذلك على الطاير هذه الفترة نفسها فترة ظهور الراب اللي هم كلاش ومحمد أكوى. محمد أكوى هو صاحب أغنية مشكلة، وهم من الربع الباجين بالراب. ومشكلة أنا واحد مشكلة، سلسلة بوم أجرى قنبلة، pull trigger go ahead now killer yo. واعتقد يا الربع في أغنية تم تسجيلها على كاسيت لكنها انتشرت بشكل أكبر بالمنتديات، واللي هي يا راكب من أمريكا 400 بهبهاني، اللي يقال أن اللي غناها المغني المعتزل بخيت المرر. لكن الله أعلم يا الربع متى نزلت ومتى تم حفظها رقميا، لكن
اللي نعرفه أنها موجودة بيوتيوب اليوم. ومن بعد المنتديات حجي خلاص طلع يوتيوب، وتقدر الحين تطلع من مقطعي هذا وتدور أي أغنية ببالك. الفن المستقل يا طويل العمر والسلامة، اللي بدأ من الأسطوانات إلى الرقميات، ما كمل بفنانينه طبعا، وايد منهم اللي اعتزل واللي مات واللي ما حفظ فنه ولا أحد أرشفه، فاندثر بكل سهولة. وتتعدد طبعا أسباب الاعتزال، لكن الشيء المهم اللي لازم نعرفه أن ماكو ولا مكان يجمع هذه الفنون. اللي جمعها بزمننا الحالي هم فقط ناس مستقلين، حالهم من حالي وحالك. رفعوا هذه الأغاني على يوتيوب، رفعوا أغاني عبد الله السالم وخالد السلامة وحسين العلي والصريخ وابو فيصل. تخيل، لا شركات ولا استديوهات ولا غيره، فقط يوتيوب. تخيل ان هذا الفن يسمونه الفن اليتيم لانه ما له راعي، واعتقد انه بيظل يتيم لاخر العمر. وطبعا انا مع الاسف يا الربع ربع السموحه على المقاطعه. يا حبيبي ليش تقاطع جزئيتي؟ ليش يا حبيبي عندي معلومه مهمه. مو اول مره تسويها عاد خلاص يا عمي. سالف. المهم يا الربع، في معلومه عرفتها يعني حصريه صراحه. هي مو حصريه كثر ما انها هي همتني شخصيا. كان في فنان كويتي طلع ببدايه فتره التسعينات اسمه احمد النمشان، وكان لقبه فتى الوادي، وكان وايد متاثر باغاني فهد بن سعيد. سمعوا معاي هذه الاغنيه. هذه الأغنية أنتم تدرون إيه هي أصلاً لفهد بن سعيد، لكن أحمد النمشان قلدها يا طويل العمر، ونفس ما تشوف كان وايد ضابطها ما شاء الله عليه. وبعدها أحمد النمشان اختفى، وهذه كاسيتات لأحمد النمشان. كان يحاول قدر المستطاع أنه يخفي هويته، يعني يخفي وجهه عن طريق التعديل على الصور. وطبعاً أنا مع الأسف يا الربع ماني لاقي أي جواب لسؤالي، واللي هو ليش هالفنون القوية اللي تلامس الواقع بشكل يخرع ما زالت مندثرة ولا زالت يتيمة، وما تم توظيفها بأعمال سينمائية أو غيره. حتى الأفلام المستقلة اللي تنعرض بالمهرجانات قليل اللي تشوفهم مستعملين هذه الأغاني. وأتمنى إذا في أحد عنده جواب يقول لي الفنانين المعتزلين وين صفى فيهم الدهر؟ جمال المجيم، سعود مجبل، أبو فيصل، ظافر الشهري والربع هذول، سواء بالكاسيتات ولا المنتديات، وين راح؟ يا مهلوس لا تهلوس، انت الافضل انت الاجمل. يا مهلوس لا تهلوس، انت الافضل انت الاجمل.